شريت المخدرات من ديب ويب ودابا هما تابعيني. ما غنكذبش عليكم وغنقول لكم بلي انا انسان مثالي. قبل كنت كنحتفل الوقت كامل ومدمن على المخدرات وكنشرب بكميات كبيره. انا ما كنفتخرش بهذا الشيء، ولكن ما كانت عندي حتى شي عائله ولا صحاب اللي يخافوا عليا. داكشي علاش كنت كنقول لراسي علاش لا. ما كان عندي حتى شي بروغرام من وراء الثانوي وكنت كنستمتع بالوقت ديالي وصافي. ولكن حيت داكشي ماشي قانوني كان خطر عليا نتشد في الحبس اولا نشري شي حاجه مغشوشه. هادشي ما كنتش باغي ندوز منه صراحه. داكشي علاش مشيت للديب ويب. تخيلوا معايا بلاصه في الانترنت كتقدر تشري منها احسن الانواع وكيصيفطوها لك حتى الباب ديال الدار بلا مغامره وسط الغابه ولا تخلط مع ناس مشبوهين. وكانوا الناس كيحطوا التقييمات ديالهم على تجربتهم مع كل حبه. ولكن مع الوقت بزاف من هاد المواقع اختفات. واش هما اللي حبسوا ولا المكتب التحقيقات الفيدراليه دار خدمته؟ تحد ما عارف. وبسبب هاد الشيء اضطريت نتعمق اكثر في الديب ويب. كانت الاغلبيه تاع هاد المواقع ما بقاتش، واللي بقاو كان داكشي اللي عندهم المفعول ديالو ضعيف. واخيرا الابحاث ديالي وصلتني لنتيجه. كانت واحد البلاصه ما عمرني سمعت بها، كانت سلعتهم رخيصه والموقع كان احترافي. يقدر يبان لكم هاد الشيء غبي، ولكن الموقع مصمم مزيان، اذا كاينه فرصه اكثر باش يثقوا فيك الناس. هاد الموقع ما كانتش عنده حتى سميه، كان عنده غير واحد الشعار فيه حبه ديال الدواء في وسط واحد الهدف ديال الرمايه. كان عنده غير منتج واحد اللي كيبيع، ولكن كانت التقييمات عليه عاليه بزاف من ناس مختلفين ولهجات ولغات مختلفه. فاش شفت هاد الشيء قررت نشري. حزمه عطله نهايه الاسبوع فيها 3 الحبات، كانت هي ارخص وحده. وصلتني الكوموند في الجمعه اللي من بعد. قبل ما تبدا السهره ديالي مزيان هادشي اللي بغيت. وجدت راسي لواحد الليله زوينه في المدينه. كليت الحبه الاولى قبل ما نخرج، وبطبيعه الحال قبل ما ناكلها تاكدت واش الجرعه كتناسب الوزن ديالي والتجارب ديالي السابقه، حيت عارف الخطر تاع اوفر دوز. خرجت من الدار وانا مستعد نضيع ليله اخرى من حياتي. ظلام ما فهمت والو. واش مشيت لشي بواط؟ واش سخفت؟ كان كلشي مضبب. ما عقلش على راسي حتى فقت على الارض كانت بالخشب. كانت البلاصه مظلمه. هي صراحه نعمه باش ما يضرونيش عيني، ولكن كتخلع في نفس الوقت. ما كانوش بزاف ديال الحوايج في ديك البلاصه اللي كنت فيها، غير ماريو شي كراسه معفنين، وكانوا شراجم مغطين بالخشب وبخاميات لونها غامق. وعلى الارض كانوا 3 ديال الناس غراب عليا عمرني شفتهم. 2 ديال الرجاله، واحد كبر مني بزاف وواحد غيكون قدي تقريبا، وكانت بنت غتكون في العشرينات تقريبا. بغيت نوض، عاد حسيت بالالم اللي كان في الجسد ديالي كامل. بغيت نغوت ولكن صوتي كان مبحوح. فاش وقفت شفت من شرجم كنا في غابه، وهذا البيت اللي حنا فيه كانت بحال الكوخ ديال الصيد. بدات البنت كتفيق وشافت فيا وهي مخلوعه بينها ما عرفتنيش، غير دورت راسها في البيت وهي تنوض بالزربه. فين انا وشكون نتوما؟ بعت عليها باش تهدن وتحس بالامان، وقلت ليها ما غناديكش، انا ويلسون. حتى انا فقت هنا غير دابا شويه. سخفت الليله اللي فاتت وما عاقل على والو. قالت لي انا عاقله بلي كنت كنحتفل، ومن بعد حتى انا ما عقلت على والو. سولتها على سميتها وقالت لي ليزا. قلت لها واش عارفه فين حنا؟ حركت راسها بلا. وحنا باقيين كنحاولوا نفهموا. الراجل اللي كبير شويه في العمر بدا كيفيق، غيكون فيه الخمسينات هكاك. تحنيت باش ندوي معاه، هو غير شافني واقف لي حدا راسه، شدني من عنقي وقلبني وبدا كيخنق فيا. شنو كدير في داري؟ حاولت البنت تدافع عليا وبدات كتدفع فيه، ولكن كانت ضعيفه مقارنه به هو. ولكن بعدا قدرت تشتت ليه الانتباه ديالو واحد شويه حتى قدرت انا ندفعه. وقلت لي حبس، انا راه ما كنحاولش ناديك. دور عينيه وشاف فين كاينين حنا، عاد فهم الغلط ديالو. وسولنا فين انا. كان كيحسب لي بلي راني كاين في داري، راه ما خرجتش منها كاع الليله اللي فاتت. شنو واقع؟ قربت حداه ليزا باش تعرف عليه. مدات ليه ايديها وقالت ليه انا ليزا. قال ليها انا ادم موريسون. واش عاقلين على شي حاجه؟ قلنا ليه لا. الشخص الرابع كان باقي ما فاقش، كان متكي وجهه على الارض. مشى ادم لعنده باش يفيقه، ليكون هو عارف شي حاجه. فيق الصاحبي فيق. هادشي ماشي مزيان. وهو يقلبوا على الظهر ديالو. رجعت انا وليزا اللور بالخلعه. فاش شفناه كان ميت وعنده تقابي بزاف في صدره ديال الرصاص، وكانت ورقه ملصقه عليه. ادم ما تخلاش، خد الورقه وقراها علينا بصوت عالي. شكرا لشرائكم لتبدا اللعبه. على الورقه لاحظت شعار مألوف، كان الهدف والداخل ديالو حبه ديال الدواء. هو نفس الشعار ديال الموقع اللي شريت منه في الديب ويب. سولني ادم واش كتعرفوا؟ قلت ليه شريت منه قبل شي ايامات. قالت ليزا حتى انا درت نفس الحاجه. تنهد ادم وقال كنظن باللي حنا كاملين في نفس السفينه.
شنو ما كانوا هاد الناس فراهما ماشي غير تجار ديال المخدرات. قالت ليزا ولكن شنو كيعنيو بكلمه العاب؟ يلاه كيقول ليها باللي حتى انا ما عارفش، ولكن حتى سمعنا الدقان في الباب، ولكن حتى حد فينا ما تجرأ يحل. دقوا 3 ديال المرات ومن بعد تلاحت ورقه من تحت ديال الباب. في ديك الساعه تشجع ادم ومشى يحل الباب، ولكن ما لقى حتى حد. كاينه غير واحد الغابه اللي يقدر اي واحد فينا يتلف فيها في ثانيه وحده، كانت كبيره بزاف. هز ادم الورقه وقرا علينا. اعزائي المستخدمين، شكرا لمشاركتكم في الصيد السنوي. قدامكم 24 ساعه باش تخرجوا من الغابه، والا غتقصاو من اللعبه، وراه صيفطنا صيادين يحظيوكم. حظا سعيدا. خديت الورقه من عنده وعاودت قريتها، كان فيها نفس الشعار. ليزا بدات كتبكي وقالت لينا شنو غنديروا دابا. ادم مشى كيقلب في الشراجم وكيتاكد باللي هي مغطيه مزيان، وقال لينا غنخرجوا من هنا، ولكن قبل خاصك تبدلي حوايجك وتبدلي هذاك التريكو ديالك الصفر المشاشع. كان داوي مع ليزا، اما انا وياه كنا لابسين حوايج غامقين. مشى لهذاك الماريو وبقى كيقلب، لقى فيه شي حوايج قدام وشي صبابط فازقه وحالتها كتبان قديمه بزاف، وقال ليها لبسي هادو، حنا راه خاصنا نبقاو مخبيين، وهاد الحوايج اللي نتيا لابسه ما غيعاونوناش. ادم كان كيبان ليا خبير، هادشي عطاني امال واحد شويه، وهو بوحدو اللي عنده فكره على شنو خاصنا نديرو. داكشي علاش تبعناه لبرا، مهبطين ريوسنا وحنا كنستعدوا ندخلوا لديك الغابه الكبيره. كانت ديك الساعه تقريبا الظهر، ولكن ما كناش كنقدروا نشوفوا الاكثر من متروات قلال قدامنا. دازو سويع وما شفناش دوك الصيادين، وواخا هكاك بقى ادم كيقول لينا نسكتوا وما نمشيو حتى شي بلاصه الا فين كيمشي هو. كانت ليزا كتلقى صعوبه باش تبعنا، حيت بدلات الطالون ديالها بصباط كبر من رجليها بجوج ديال المرات. وقف ادم فجاه حتى تصاطحنا معاه، كان لاحظ شي حاجه في الارض، خيط رقيق كان فخ. كان هذاك الخيط ملاصق مع واحد الاوتاد مقمقمه، كانت غتخرج من الارض الا قيسناه وغتقتل اللي غيعفط عليها. قلت ليه كيفاش شفتيه؟ قال لي ما ديرش بالك، نقولوا عندي خبره في هادشي وصافي. كملنا الطريق ورجلي بداو كيعياو. كان ادم كل مره كيشوف في السماء، ولكن السحاب كان كتير. قلت ليه فين غاديين؟ قال لي الجنوب، هادشي اللي كنظن، ما متاكدش. بدينا كنعياو. ليزا جلسات باش تستراح، وهادشي ما عجبش ادم، وغير وقفنا ما بقيناش كنتحركوا. سمعنا واحد الصوت قصير داز دغيا بحال النحله دازت بواحد السرعه غريبه. يلا غنسول شنو هادشي، حتى غوت علينا ادم. هبطوا الارض، سمعنا صوت اخر وراه، والشجره اللي ورانا ولا فيها واحد الثقب، وفهمت باللي شي حد كيسيري علينا. ليزا بالخلعه وقفات وبدات كتجري. قال ليها ادم باش تك في الارض، ولكن فات الفوت. كانت كتبان لينا ثقوب ديال الرصاص في الشجر حداها وهي كتجري، ولكن ما قاستهاش، بحال ما كانوش كيتيروا فيها، ولكن خلاوها تجري. ما مشاتش بزاف وهي طايح في واحد الحفره، كانت فخ في الارض، طاحت على واحد الاوتاد ماضيه كانوا في الكاع ديال ديك الحفره. ما قدرتش نطل عليها، ولكن سمعتها وهي كتغوت. ما كناش قادرين نعاونوها، ولكن فاش بقيت كنسمع الغوات ديالها الغريزه ديالي ما خلاتنيش نبقى جالس. بغيت نوض نمشي نشوفها، ولكن شدني ادم. واش باغي تموت؟ بقى حدايا، خاصنا نكملوا الطريق. بقينا كنزحفوا وكنسمعوا الصوت ديال القرطاس، ولكن ما جات فينا حتى وحده، بحال كانوا كيوجهونا باش نمشيو لشي بلاصه بالضبط. سولته على ليزا، قال لي ماتت. يلا تحرك. بقينا دقائق كنزحفوا توصلنا لواحد التله وهو يحبس القرطاس. جرني ادم باش نوقف وجرينا لتحت حتى الاخر ديال المنحدر، ولقينا اخيرا مساحه خاويه كدير لبرا ديال الغابه. بديت كنغوت وانا فرحان. خرجنا حتى لاحظت شي حاجه. وقفت 12 راجل لابسين حوايج غامقين، وكل واحد فيهم شاد بندقيه. بقاو كيضحكوا علينا، ما هزوش علينا السلاح. وواحد فيهم شير لينا باش نكملوا الطريق، وهز 5 ديال الصباع باش يقول لينا الوقت اللي بقى لينا. هربنا من هذوك الحقول، ولكن لقينا غابه اخرى كبر من اللي كانت قبل. ما كناش كنسمعوا القرطاس، ولكن بينا باقي تابعينا. ما كناش عارفين كيفاش غنخرجوا، حتى شفنا واحد الجبل بعيد تقريبا بشي ساعه، ولكن كل ما قربنا منه كان كيتزاد الظلام، والشجر كان كيدرق علينا الضوء. وشويه حتى بدات كتصب الشتا، وبسبب هادشي كامل كنت كنتعكل كل مره بسبب الجذور ديال الشجر اللي كاينه في الارض. قلت لادم يتسناني، ولكن ما قدرش يسمعني بسبب البرد. طحت ونط المره الثالثه وما لقيتش ادم. بقيت كنتمشى وانا كنعيط ليه، ولكن باينه ما كيسمعنيش. شويه كنت غنطيح في واحد الحفره كان الداخل ديالها بزاف ديال الجثث في مراحل مختلفه من التحلل. فهمت باللي الصيادين كانوا باغيين نجيو لهنا باش نشوفوها ونعرفوا شنو كيتسنانا الا خسرنا. بقيت كنتمشى وانا كنسمع الصوت ديال الخطاوي، شي حد كان تابعني. شويه حتى حسيت بشي حاجه شدات ليا في رجلي وطيحتني الارض. فاش شفت بان ليا سلك كان من شي فخ، ولكن الفخ ما تفاعلش. ارتحيت ديك الساعه حتى سمعت شي حد كيعيط ليا. تلفت وبان ليا ادم لاصق مع الشجره بسبب الفخ، يعني هو اللي تعكل فيه قبل مني. داكشي علاش انا ما طرا ليا والو. كانوا مخشيين فيه اوتاد معدنيه في لحمه كامل وما كانش قادر يتحرك. بديت كنحاول نحيدهم،
قال لي ياسير هو كينعت ليا بصبعه لواحد الكهف كان ورايا وهو يموت. بلا ما نتردد جريت لذاك الكهف، غير دخلت ليه كان خاصني نعتمد على راسي هاد المره باش نخرج. كان مظلم ولكن كنحس بالهواء جاي من جهه اخرى، يعني كاين مخرج. بقيت كنتلمس وكنسمع شي حد جاي ورايا. بقيت غادي حتى شفت اخيرا الضوء في الاخر ديال النفق. وديك الساعه جريت، ما كانتش حتى في الجهه الاخرى ديال النفق، وكنسمع الضحك وخطوات ورايا. واخيرا خرجت في واحد المساحه مفتوحه مره اخرى. صافي طحت على الارض ديك الساعه، رجلي ما بقاوش قادين يهزوني. حاولت نزحف ولكن ما قديتش. درت وشفت ورايا 5 ديال الرجال. هز واحد فيهم سلاحو عليا وكان غيتيري فيا، ولكن واحد اخر وقفه وقال لي حبس، راه لقى الطريق باش يخرج من الغابه. سال الصيد. ضحكوا مره اخرى ورجعوا لذاك الكهف. بالنسبه ليهم كانت غير لعبه او رحله صيد عاشوها 100 مرة من قبل، وأنا كنت غير ضحية عشوائية شرات من الموقع ديالهم. بقيت 3 أيام عاد خرجت من ديك البلاصة ولقيت أقرب مدينة. غير وصلت للدار عيطت البوليس وقلت لهم كل شيء، ولكن بطبيعة الحال الموقع تحذف وما قدرتش نلقى الغابة اللي تبعوني فيها. ورسميا راه ما كاين حتى شي حالة تاع اختفاء، يعني الأشخاص اللي كيختاروهم كيكونوا أشخاص ما غيحس حتى واحد بالرحيل ديالهم بحالي أنا. ديروا ابينو